كيبدا الفيلم مع ميشيل اللي كان واحد طالب مدرسي وكانوا عزيزين عليه الابطال الخارقين، وهو كانت كتعجبو واحد الدري اللي كانت سميتها ستيلا، ولكن المشكله هو كان ديما كيخاف يدوم معاها وما كانش كيديها في الدراسه ديالو، وكانت اهم حاجه بالنسبه ليه هي يصور ستيلا. وفي واحد النهار ملي كانوا في القيسم دخلت عندهم المديره ديال المدرسه ومعها واحد المحققه. هاد المحققه الاسم ديالها جيوفانا واللي كانت هي الام ديال ميشيل. جاو عنده باش يسولهم على صاحبهم ميتشل اللي كان غابر لمده ديال يومين، ومن سالوا المحققه طلعت عند ولدها وهي تعطيه الماكله ديالو اللي كان نساها. في هاد اللحظه صحابو بداو كيضحكوا عليه حيتاش الام ديالو محققه وكان جايبه ليه الماكله ديالو للمدرسه. ومن مشاو الطواليت بداو كيتنمروا عليه صحابو اللي كان الاسم ديالهم ايفان والاخر اللي كان الاسم ديالو براندو. بداو كيضربوا فيه وهما ياخذوا ليه كاع الفلوس اللي كانوا عنده اللي كان ناوي يشري بهم اللبسه ديال سوبرمان. بدا كيحاول يهرب منهم، ومني كان هربان وهو يطيح قدام الطلبه وبداو كيضحكوا عليه. رجع للدار وهو يدخل الفيسبوك وهو يضرب طلع على ستيلا. هنا لقى بلي هي عندها واحد الحفله كاينه في الدار ديالهم. هنا قرر انه يمشي للحفله، وقبل ما يمشي يهز كاع دوك الفلوس اللي كانوا عنده وهو يمشي لواحد المحل كيبيع الحوايج ديال الهالوين. دار هادشي باش يشري شي لبسه اللي يقدر يمشي بها لهاديك الحفله. في الاخر قدر يشري واحد اللبسه اللي كانت رخيصه بزاف. هنا مول المحل قال ليه بلي انا مشيتي تلبس هاد اللبسه غادا تولي عندك واحد القوه خارقه. شويه هو قرر باش ما يمشيش لهاديك الحفله، هادشي بسبب هذيك اللبسه اللي كان لابسها. الام ديالو شافته حاقد وهي تقول لي خاصك ضروري تمشي للحفله، هادشي حيتاش انت بطل خارق بحالك بحال باك، حيتاش الاب ديالك مشى عند الله بسبب انه كان كينقذ الناس. وفي الاخر قدرات انها تقنعه باش يمشي للحفله. ومني مشى تلاقى مع ستيلا وحاول يدور معاها، ولكن ايفان اللي كان كيتنمر عليه خدم شي فيديوهات في التلفازه اللي كان سرقها من التليفون ديالو. هنا تفضح قدام ستيلا وهي تعرف بلي هو كان كيصورها. في هاد اللحظه ميشيل هرب من هذيك الحفله مشى للحمام وبدا كيدور مع راسو، وهو يبدا يتمنى وكيقول بلي كون غير اختفيت وما بقيتش كنبان. هنا هرب من الشرجم ديال الحمام وهو يمشي للدار ديالهم. مع وصل وهو ينعس. ناض في الصباح وهو يمشي باش يدوش، ولكن مع شاف في المرايه وهو يلقى راسو بلي الجسم ديالو مختفي وما كيبانش. هنا حيد الحوايج ديالو كاملين وبدا كيشوف في المرايه وهو يلقى راسو بلي هو ما كيبانش وحتى شي واحد ما يقدر يشوفه. شويه دخلت مو بدات كتقلب عليه. هنا كتب ليها في واحد الورقه وقال لها بلي انا مشيت للمدرسه بكري. مشى للمدرسه وكان لابس بزاف ديال الحوايج باش ما يشوفوش الناس. في هاد اللحظه خاف بزاف انه يدخل المدرسه. هنا شاف قدامه ايفان وتفكر بلي هذاك الشيء اللي كان كيدير ليه وقرر انه يبقى هادشي باش يقدر ينتقم منه. مشى في هاد اللحظه حيد الحوايج ديالو كاملين وهو يمشي يدخل المدرسه. دخل وسط القيسم وهو يهز هذيك السلاح ديال ايفان اللي كان كيتنمر عليه وضرب به الاستاذه. مع ضربها وهو يلوح السلاح على ايفان. دير هادشي باش يبان ايفان هو اللي دار هذيك الفعله. ومني سلام منه مشى لصاحبه برونتو اللي كان حتى هو كيتنمر عليه. في هاد اللحظه كانت عنده واحد الحصه ديال التنس قدام باه. هنا جا ميشيل وهو يبدا يبرزط فيه. دار هادشي باش يخلي باه يتعصب منه. مع دخل الفيستيال وهو يبقى يخلع فيه حتى هرب من تما. شويه ميشيل دخل البلاصه ديال الدريات. دار هادشي باش يضرب طلع على ستيلا. شويه وهي طاح عليه واحد الفوطه بالغاله. مع طاحت عليه الدريات بداو كيلاحظوا بلي شي واحد كاين تما. هنا ميشيل بدا كيبان الجسم ديالو. شويه جات واحد الدريه وهي تحيد عليه الفوطه وانتم عارفين بلي هو كان سولومانتي. هنا تبلبلات وهي تجمو وخرجاتو من تما. شويه مو جاتها واحد المكالمه وهما يقولوا ليها بلي واحد الدري سميتو براندو حتى هو اختفى. وقبل ما يختفى كان خلى واحد الرساله للدار ديالهم كان كتشوف فيها بلي هو باغي يبقى بوحدو وما يتلاقى مع حتى شي واحد. وفي النهار الثاني كان جالس في القسم ديالو. شويه وهو يحس بلي الجسم ديالو بدا كيختفى، ومع سالات الحصه مشى بالزربه كيجري للدار ديالو. ومني وصل للبيت ديالو وهو لقى اختو جالسه تما. هنا طلبها وقال لها بلي ضروري خاصك تخرجي. اختو في هاد اللحظه قولباتو وهي دار براسها خرجات، ولكن هي ما خرجاتش، بقاش واقفه وراه مع دار وهي تشوف ليه وجهه ما كيبانش وتخلعات بزاف. هنا ميشيل شد ليها فمها بالزربه وبدا كيحاول يهدئها. هادشي باش يقدر يشرح ليها. هو يقول لها بلي انا براسي ما عرفتش كيفاش توليت بحال هكا. هنا اختو فرحات بزاف حتى ولات كتشوف بلي هو غادي يكون بطل خارق من هنا لقدام. في هاد اللحظه المحققين كانوا كيقلبوا على سبب اختفاء ديال براندو وبريتشا. شويه لاحظوا بلي هما بجوجهم كانوا خلاو نفس الرساله وكانوا كاتبين فيها بلي هما باغيين يهربوا وما باغيين يشوفوا حتى شي واحد. شويه عيطوا على واحد الطبيب متخصص في علم النفس. هاد الطبيب الاسم ديالو باسيلي. عيطوا ليه باش يشوفوا شنو هو السبب اللي خلاهم يديروا هاد الشيء، حيت الا مشيو تعرفوا السبب غادي يقدروا يحبسوا هاد الظاهره وغادي يخلوها ما تبقاش تبان. ومن سالاو التحقيقات جيوفانا رجعت للدار ديالها. بدات كتقلب على ميشيل ولكن ما لقاتوش. هادشي حيت هو اصلا مختفي وما كيبانش ليها. شويه صونات على صاحبته وبدات كدوب معاه وقالت لها بلي ميشيل ولا التصرفات ديالو غريبه هاد الايامات، وهي تقول لها بلي انا خفت غير لا يكون عارف بلي انا غير تمنيته. هنا ميشيل تصدم حيت هو كان تما وسمع كل شيء. هنا بقى فيه الحال بزاف ومشى لجهه البحر وبقى كيتزال في الزالوله. فهاد اللحظه ستيلا حتى هي كانت تما وهي تلاحظ بلي هذيك الزالوله فيها شي واحد. هنا مشات لعنده وسولاتو وقالت ليه شكون انت. ما لقى ما يقول ليها هو يقول لها بلي انا مالات. شويه رسمات في الارض واحد ايموجي كيضحك، وفي اللي مشى عند ميشيل وهو رسم لها ايموجي في الشرج. هنا لاحظ بلي ستيلا كيعجبها الملاك وبدات كتنجذب ليه، ولا عزيز عليها انها تدون معاه. شويه حلات عليه الشرجم وهي تغطيه بالمنطق حتى هو قال لها بلي انا في البر. هنا
ميشيل لاحظ بلي الجسم ديالو بدا كيبان وهو ينقز من الشرجم ومشى نيشان للدار ديالو. هنا كنشوفو كيدوي مع اختو وهو يقول لها بلي انا ضروري ما خصني نقول لها الحقيقه ديالي. في هذه اللحظه ستيلا كانت كتدرب على البالي في المدرسه ديالها، شويه مشات الاستاذه باش تجيب قهوه وخلات ستيلا بوحدها. هنا كنلاحظوا بلي واحد الراجل كان كيراقبها من بعيد وهو يخطفها. ميشيل في هذه اللحظه شاف كل شيء وبدا كيحاول انه ينقذها وهو يطلق الكلم ديالو على هذاك الشفار باش يعضو، ولكن هذاك الشفار قدر يهرب من تما ودا مع ستيلا. ميشيل في هذه اللحظه ما لقى ما يدير وهو يعاود كل شيء للبوليس. هنا كنشوفوا ستيلا في واحد البلاصه غريبه وكانوا شي ناس كيديروا عليها شي اختبارات وهي تسمعهم كيقولوا بلي هذه ماشي هي اللي بغينا، وسمعتهم قالوا بلي هما باغيين يشفروا بزاف ديال الدراري الصغار هادشي باش يلقاو هذاك الشخص اللي باغي. وفي النهار الثاني ميشيل فاق في الصباح وهو يقرر انه ينقذها باي طريقه. مشى ميشان وبدا كيقلب على هذيك اللبسه ديالو وهو يلقاها ولكن هي كانت كاشفه. هنا لبسها لختو هادشي باش يعرف واش هذيك القوه كاينه في هاد اللبسه ولا لا، ولكن هذيك اللبسه كانت عاديه وما دارتش حتى شي حاجه. حنا تعصب بزاف وهو مشى عند مو وبدا كيعاير فيها وقال لها بلي ما كانش لك تغسلي لي حوايجي، وقبل ما يمشي قال لها بلي انا كنكرهك بزاف حيت انا عرفت بلي انت ماشي هي امها الحقيقيه. ومن يسال الهضره ديالو وهو يهرب من الدار شويه وهو يتهرس واحد الدجاج اللي كان من ورا الام ديالو. هنا ميشان ما لقى فين يمشي وهو يمشي نيشان حدا البحر. شويه وهو جا عنده واحد الراجل ما كانش كيشوف وهو يدوي معاه وقال له بلي اللبسه ماشي مهمه وقال له بلي ماشي انا اللي خطفت ستيلا. هنا ميشيل سولو وهو يقول له كيفاش عرفتيني فاش كنفكر. هذاك الراجل قال له بلي الاسم ديالي هو اندري وانا هو باك الحقيقي. بدا كيعاود ليه وهو يقول له بلي شحال هادي كانت طرات واحد الكارثه نوويه هادشي اللي خلى روسيا تاثر بزاف، ولكن هذاك الاشعاع اللي طرا كان دار واحد الاختلاف كبير في الحمض النووي ديال شي ناس. هادشي اللي خلى واحد المجموعه معينه سميتها المميزين اللي كانت عندهم واحد القدرات خاصه. في هذه اللحظه قدروا انهم يجذبوا الانتباه ديال جنرال الحرب وهو يجمعهم وحطهم في واحد البلاصه بعيده في سيبيريا وهو يجيب بزاف ديال الاطباء هادشي باش يقدروا يدرسوا هذوك المميزين، وكانوا كيعاملوهم بحال فئران تجارب وكل واحد فيهم كانت عنده القوه ديالو في شكل. وقال له بلي انا هو الوحيد فيهم اللي كنت كنقدر نقرا العقول، ولكن المشكله هذوك التجارب هلكوهم واستهلكات القوه ديالهم وهما مرضوا بزاف. وقال لي بلي ديك الساعه بدا كينقص الشوف ديالي، وقال بلي الحاجه الوحيده اللي كانوا كيشاركوا فيها هذوك المميزين هو انهم ما كيقدروش يولدوا الا هو والام ديالو الحقيقيه اللي كان الاسم ديالها لينا واللي كانت القوه ديالها هي اختفاء. ومن شافها بغاها بزاف وهما ولدوا واحد الدري اللي كان الاسم ديالو ميشيل. ومن ولدوه الجنرال حاول انه ياخذوا لهم باش يدير عليه التجارب. في هذه اللحظه اندرو الينا قرروا انهم يهربوا من تما. الينا كانت قادره تضحي براسها هادشي باش تقدر تقوم بجوج. ديك الساعه اضطريت انني نخليه قدام الدار ديال جيوفانا المحققه حيتاش انا قدرت نقرا الافكار ديالها وعرفت بلي هي كانت كتمنى شي دري صغير باش تربيه، وحيتاش هي بوليسيه قدرات انها دير لك الاوراق بطريقه سهله وبسيطه. وقال ليه بلي القوه اللي عندك ورثتيها من الام ديالك وهذيك اللبسه اللي كانت عندك لا علاقه لها بالقوه ديالك. وقال ليه رد بالك مزيان حيت الشعبه قاسه كتقلب عليك. شويه عطاه اللبسه ديال الام ديالو اللي كانت كتلبسها ولكن هو كان قادها على القياس ديال ميشيل باش تجي معاه. وقال له بلي العلماء قدروا انهم يخترعوا هذه اللبسه باش تتفاعل مع الجسم ديالك، ووراه الرمز وقال له بلي هذا الرمز هو ديال المميزين. وقال له ما بقى والو باش تولي تتحكم في هذه القدره ديالك وتولي تختفي وتبان وقت ما بغيتي. وقال له فيما يبان لك شي واحد حاضيك هرب منه. وهو يطمئن وقال له بلي انا مشيت شدوك بلا ما تخاف حتى العقل ديالي متصل بالعقل ديالك، يعني نقدر نعرفك فيما مشيتي. شويه واحد الصياد شافهم وهو يعيط للبوليس تشك في الشكل ديال اندري وكيتسحابوا بلي هو اللي كيشفر الدراري الصغار، ولكن اندري قدر انه يمحي الذاكره ديال الصياد. جاو البوليس وكانت معاهم جيوفانا وهي تلقى بلي ميشيل كان جالس بوحده في البحر. سولاتو وقالت ليه اش كدير هنا؟ هو جاوبها وقال لها بلي انا كنت غير كنتمشى هنا وصافي. هي نبهاتو وقالت ليه بلا ما تبقى تختفي بحال هكا. شويه جا عندهم الدكتور باسيلي وهو يقول لها اش بالك نوصل معايا ولدك للدار حتى هذيك هي الطريق ديالي. جيوفانا وافقاش وهي تخليه يمشي معاه. ومن يوصلوا ميشيل طلع للبيت ديالو وهو يلبس اللبسه اللي كان عطاها ليه باه ولبس فوقها الحوايج باش ما تبانش. شويه طلع عنده الدكتور وهو يقول ليه اش بالك نفطروا انا وياك. هبطوا وبداو كيفطروا مع بعضياتهم شويه ويعطي واحد البسكوي. هنا ميشيل شاف ليه ليدو وهو يعرفوا بلي مجروح في نفس البلاصه اللي كان مجروح فيها هذاك الشفار اللي كان شفر الصديقه ديالو. في هذه اللحظه ميشيل عرف بلي الدكتور هو اللي كان كيخطف الدراري الصغار وبدا كيحاول يهرب منه، ولكن لقى البيبان ديال الدار كاملين مسدودين. ميشيل في هذه اللحظه قرر انه يحيد الحوايج ديالو وهو يختفي ما بقاش كيبان. ميشيل في هذه اللحظه بدا كيحاول انه يضرب بواحد الحاده، ولكن باسيلي مشى هز دقيق وهو يرشو في الدار كامله باش يبان ليه. ميشيل عفط على داك الدقيق وهما يبانوا الخطوات ديالو. ميشيل طلع للبيت ديالو وهو ينقز من تما وقدر يهرب. وفي الطريق ديالو تلاقى مع ايفان اللي كان غادي بالموطور وهو يركب من وراه وقال ليه هرب قبل ما نمشيو عند الله بجوجنا، وهو يهرب به لواحد المخزن مهجور. هنا نزل ايفان وكان خايف بزاف بغى يحاول يضربه، ولكن ميشيل بان قدامه هادشي باش يقدر يشرح ليه هذاك الشيء اللي طاري. وفي نفس الوقت الدراري اللي كانوا مخطوفين بداو كيحاولوا انهم يهربوا من هذيك البلاصه اللي كانوا محبوسين فيها. ستيلا في هذه اللحظه قدرات انها توصل لواحد الكشاف كبير رسمات في الوسط ديالو ايموجي كيضحك وهي ديرها في السما بحال العلامه ديال باطمان. درت هادشي باش على الله يجي هذاك الملاك وينقذهم من هذيك
البلاصه اللي كانوا محبوسين فيها. وفعلا ميشيل قدر انه يشوف هذاك الايموجي في السماء وهو يتحرك هو ايفان لهذيك البلاصه اللي كان فيها الضوء. في هذه اللحظه ايفان قدر انه يجذب الانتباه ديال الحراس، هادشي باش يقدر يخلي ميشيل يدخل لهذيك البلاصه وينقذهم. هنا ميشيل دخل عند الدكتور وهذوك المساعدين ديالو وبقى كيراقب فيهم شويه وهو يقيسو بالغلا. هنا باسيلي الحس بلي شي واحد كاين معاهم هنا، هو مشى عند الحارس وقال ليه باش ينقل ستيلا من هذيك البلاصه اللي كاينه فيها. في هذه اللحظه ميشيل جا من ورا الحارس وهو يضربه بهذيك الطفايه ديال الحريق على راسه، وهو ياخذ ليه السلاح ديالو وهدد به الحارس الثاني، وهو يطلب منه يحل الباب على ستيلا وصحابه اللي كانوا معاه. هنا حيد هذاك القناع على وجهه، دار هادشي باش يقول لهم بلي هو غير صاحبهم وما كاين لا مالك لا حتى شي واحد اخر. بغى يهربهم من هذيك البلاصه، ولكن ستيلا قالت لهم بلي واحد الراجل كبير في العمر محبوس وخاصنا ضروري نعشقوه. في هذه اللحظه ميشيل قرر انه يمشي يعاونها وهو يخلي براندو ميتشي باش يخرجوا من تما. بقى ميشيل تابعها من اللور وهي تدخلوا لواحد البيت دارت عنده ستيلا، وهي تقول له الا مشيتي تتحرك غادي نطير لك راسك. في هذه اللحظه شتوه وستيلا غيبات. هذاك الراجل الكبير في العمر وهو يقول له بلي الاسم ديالي هو المخلب، وقال لي بلي حتى انا عندي واحد القدره مميزه اللي هي اي واحد قصته كنقدر نتحكم فيه، بحال كيف ما درت مع فاسيلي قدرت انني نتحكم فيه وخليته يخطف ستيلا. هنا ميشيل ما بقاش كيبان وهو يبدا يضرب في هذوك الحراس اللي كانوا حداه. المخلب في هذه اللحظه بدا كيهدد فيه وهو يقول له الا بغيتي تبقى عايشه خاصك تمشي معنا للروسيا في هذه الغواصه. في هذه اللحظه المخلب خدم تدمير دالشي في هذاك الموبل وهو يتحرك بالغواصه ديالو. في هذه اللحظه جات جيفانا وهي تلاقى مع براندو ميتشا وسولاتهم وهما يقولوا لها بلي ميشيل باقي لداخل. دخلات وبدات كتقلب عليه وهي تلقى بيسيلي محبوس في واحد الزنزانه. دوها معاهم اندر وهو يقول لهم بلي ضروري ما خاصنا نخرجوا من هنا قبل ما يتفرقع بينا الموبل. في هذه اللحظه ميشيل كيشوف الرجاله ديال المخلب وهما كيحطوا ستيلا في الكبسوله. هنا ميشيل حقد ما قدرش يتحكم في الغضب ديالو وهو يبدا يهرس في كاع هذاك الشيء اللي كان في الغواصه، وهو يدخل هو وياها الكبسوله وفي الاخر قدروا انهم يخرجوا من تما وهذيك الغواصه كانت تفرقعات كامله. هنا جاو عندهم البوليس وهو يقول لهم ميشيل على كاع هذاك الشيء اللي طرا وقال لهم حتى على هذيك القوه الخارقه اللي عنده. في هذه اللحظه تلاقى مع باه وهو يقول له باه بلي انا غادي نعاونك وغادي نخلي كاع الناس اللي هنا ينساو كاع هادشي اللي شافوا، وهو يقول لي اندرو من بعد غادي نتلاقى. اندرو مشى وسط الناس وهو يخليهم كاملين ينساو كاع داك الشيء اللي طرا. هنا ميشيل رجع لحياته الطبيعيه ومن رجع لمدرسته لقى ايفان وبراندو باغيين يتنمروا عليه عاوتاني، ولكن قدر انه يواجههم. وملي كان خارج تلاقى مع ستيلا دو معاها وقال لها اش بالك الخرجه وانا وياك، وهي توافق ومشاو بجوجهم. وبقى ميشيل هو البطل الخارق اللي قدر ينقذ صحابه هادشي بلا حتى شي واحد ما يعرفه.